السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كم بخير وصحه جيده. اليوم كما راكم تشوفوا وقريتوا في العنوان وصفه طبيعيه، كيراتين طبيعي للشعر. يطلق شعره خاصه اذا كانت شعره مجعده راح ترخف وتكون ليفوش ناقصه بزاف. اول حاجه لازم عندنا هي الروز. اي روز عندك يكون طيبتيه مليح مليح وديريه بالميكسر، ميكسيه ومن بعد تصفيه بشاش او بمصفاة عادي. من بعد ما تصفي الروز نتاعك راح تحتاجي للمكونات التالية. عندي ملعقة عسل، عندي ملعقتين زيت، اي زيت نباتي تستعمليه، وعندنا ابخي شامبو هواي اللي دير 10,000 وقال على كبيرة دير 20,000 او اي ابخي شامبو ديريها انتي تستعمليها. عندنا صفار بيضة، انا كنت قبل الفيديو صورت طيبت الروز ورحيته وميكسيته وكلش، وبعدها درتلو ملعقة زيت هنايا. وبعدها قررت ندير لكم الوصفة نصورها لكم. رخفت الروز هذاك اللي عندي بملعقة او ملعقتين حليب مفيد بزاف للشعر. عندي صفار بيضة كما قلت لكم في البداية، صفار البيضة كما راكم تشوفوا. هنا كنت دايره زيت جوز الهند 2 ملاعق. قيس شعري يعني اللي تحب تضاعف الكمية تضاعف. روز يعني قيس فنجال هكذا طيبته مليح وميكسيتو. نضل نعاودكم باش تاكدوا من المعلومه. هنا هذا هو الروز تابليكي على الشعر تاعك. ملعقه عسل كما قلت لكم، وملعقتين حليب، ملعقتين زيت زيتون، ملعقتين ابخي شامبو. اذا تكوني وفرتي على روحك ودرتي ماسك بزاف مليح للشعر ننصحكم به. البيض راه بزاف مليح، الحليب لابخي كلش. نلتقي في وصفة اخرى باذن الله، الى اللقاء.